مساء الخير. انا كريم شعبان، مخرج فيلم ان شاء الله الدنيا تتهد، او انا معاكم النهارده في الشارع. والله هي قصه يعني ظريفه. انا عندي موقفين دايما بقول ان هم الموقفين السبب ورا ان انا بقيت مخرج. يعني الموقف الاولاني كنت في مدرسه، وبعدين مديرتي قفشتني وانا بهرب من المدرسه، هتفصلني في ثانويه عامه. ما اعرفش ليه اقترحت عليها ان انا ممكن اعمل فيلم عن المدرسه مقابل انها ما ترفدنيش. انا كنت خايف جدا انها تقول ابويا يعني، والست وافقت، ولقيت نفسي محتاج اعمل فيلم عن المدرسه وانا لا افقه شيء عن صناعه الافلام. قعدت ادور لحد ما لقيت مصور، صورت الفيلم، ما اعرفش عملته ازاي. حسيت ان العالم ده هو ده اللي انا عايز اعمله. يعني من اللحظه دي حسيت انه في حاجه في العالم ده ملهمه بالنسبه لي. بدات اجرب، اشتريت الكاميرا الاولانيه، بدات عملت بروجكت اسمه رمضان 29 سنه 2009 و2010. قعدت اجرب بعمل زي دوكيومنتري على الانترنت كده، بينزل كل يوم في رمضان. كل ما بجرب حاجه ببقى عايز اعرف حاجه اكتر، فارجع اذاكر. ومره واحده جات لي اغنيه. يعني انا اخرجت برضو الاغنيه بتاعت انسان بتاعت حمزه نمره. ده كان اول عمل اكون فيه مخرج. يعني قابلت حمزه وكلمني، طب ممكن نعمل الكليب وهكذا. مجال السينما مجال كبير وواسع وفيه اقسام كتيره جدا، وعايز اتعلم واعرف. كلها حاجات سيلف افورت. يعني انا بقيت مخرج بسبب الانترنت. يعني لو الانترنت ما كانش موجود اعتقد الكارير بتاعي كان هيبقى ليه مسارات تانية. يعني انا من اوائل الناس دخلت على فيميو مثلا، الكوميونتي بتاع فيميو. تعرفت يعني لما جينا نشتغل على انسان، تعرفت على اوليفر ويلكنز مدير التصوير، كان مدير تصوير انجليزي عايش في القاهره، وعرفته عن طريق الكوميونتي بتاع فيميو. مساحه تواصل كده بيني وبين الناس. ولما جه شفت مسائي، انا حسيت انه انا كمخرج عايز الناس تشوف الفيلم. هو دي العلاقه الواضحه المباشره، ان انا اعمل فيلم الناس تتفرج عليه ونخلق حاله من المناقشه والتواصل. فكان بالنسبه لي انه انا عملت فيلم وانا راضي عنه، حاسس انه هو جاهز، فقررت ان احنا ننزله على الانترنت. ورد فعل الانترنت صراحه حاجه اكبر من استيعابي. وبتفاجئ لحد النهارده في ناس بتتفاعل مع الفيلم. يعني في الاخر خالص احنا بنعمل الافلام ليه؟ واللي بيحرك الكارير ايه؟ دي بقى بتبقى قرايه من حد للتاني. انا بشوف ان الجمهور جزء كبير جدا من علاقه المخرج بالعمل اللي هو بيعمله. الناس هي اللي بتدرايف الاتنشن تجاه الارت. في بلاتفورمز كتيره جدا بتلاقي افلام بتبقى في الاوسكار ران بتاعها افلام قصيره وموجوده على اليوتيوب، على فيميو مثلا. في بلاتفورمز كبيره جدا بتريليز افلام قصيره معموله بكواليتي كبيره جدا. انا بشوف انه الفيلم القصير بره الحسبه التجاريه شويه. هو الفيلم القصير هدفه انه يوري العالم التالنت بتاع المخرج. واحيانا بيكون الفيلم القصير ان القصه دي ما تنفعش تتحكي اكتر الا في الوقت ده. انا حاسس ان القصه دي مش هينفع تعدي اكتر من دقيقتين، من 3 دقائق. بس كمان احنا كمخرجين بنعملها انه دي الطريقه اللي احنا بنحكي بيها بالافكار بتاعتنا، متحررين شويه من صعوبات الصناعه نفسها. يعني منطقه التجارب على الوسيط بتاع الفيلم، يمكن لاخر 4-5 سنين عندي تجارب كتيره قوي في المنطقه دي، مغرم بيها جدا. انا بذاكر طول الوقت، بتفرج على اللي بيتعمل واللي بيحصل، وبدور على ازاي ممكن من خلال الكادرات اخلق حاله من التواصل مع اللي بيتفرج، سواء حتى في ان شاء الله الدنيا تتهدى او في العباره. انا بفكر في كل لقطه وفي كل فريم. فلما جيت اذاكر اكتشفت ان اقتحام الديجيتال في حياتنا بقى مسيطر، وشخصيه الصوره اللي بتطلع من الديجيتال سواء من الموبايل او من الكاميرا بتاعت السينما متقاربه جدا. كان زمان يقول لك الدراما فيديو والسينما سينما، عشان السينما بتصور خام، دراما بتتصور على VHS وكده. كل حاجه ليها قدسيتها من الوسيط اللي بتصور بيه. انا كنت رحت للتصوير الخام على الفوتوغرافيا في الاول عشان كنت عايز افهم ايه اللي مخلي الصوره دي مميزه. اكتشفت انه المساحات اللي موجوده في الفيلم مرعبه، والمرعب ان لحد النهارده احنا ممكن نصور صور فيلم وتطلع الكواليتي بتاعتها احسن كتير قوي من الديجيتال، وكمان فيها روح، لانها انا بفكر في الصوره ازاي هصورها والاكسبوجر بتاعها هيبقى عامل ازاي، وبعدين في بني ادم بيحمضها. المفروض انت بتحطي الفيلم في الكاميرا ما تنفعش تفتحي ظهر الكاميرا. ففتحت في لحظه ورحت قافل تاني، وكنت محبط جدا لان كنت صورت صوره حلوه قوي. اللي طلع ان الاكسبوجر بتاع اللايت ده عمل حرق الجزء اللي حوالين السبجكت، فطلعت صوره شكلها حلو قوي. فبقى فيه العنصر ده، العنصر الخطا الانساني، وبلس انه العالم كله رجع يبص على الوسيط ده بشكل مختلف. ده واحد من طموحاتي، ان انا اعمل فيلم سينما متصور 35 مللي او 16 مللي. ده يخلق حاجه احاسيس مختلفه عند الجمهور، بالذات الجمهور المصري اللي عاش وتربى على افلام كلها عظيمه ومتصوره على الوسيط ده. يعني بصور سوبر 8، عملت ميوزك فيديو مع عبد الله الحسيني على اسمه هنعيش ونشوف، صورناه كله سوبر 8. صورت مشروع 16 مللي اسمه سولو، زي شورت فيديو كده او شورت فيلم، صورناه في بلجراد مع ممثلين من صربيا. صورت فيلم 35 مللي، طلعنا الكاميرات القديمه ال 35، عملنا فيلم اسمه سبتمبر، حاجه شاعريه قصيره. صناعه الافلام طلعت مني الجانب ده، الشعور المخاطره. لما جيت اشتغل على ان شاء الله دي تتهد، في شعور كده بالواحد
واحد بيعمل حاجه مختلفه بيحاول يجرب فيها وهو شايفها وبيسعى انه يطلعها. في الفيلم بيجي الحته دي، حته انه لا هي هتطلع كويس، وبسافر بيهم يعني بيتعرضوا على اكس رايز، واحتماليه ان الافلام دي تبوظ هي من 70 ل 80%، ومبقاش عندي باك اب. ده كله كان ريوردنج. يوم ما رحت استلمت النتيجه واتفرجت على الماتيريال وحسيت اللي هو ايوه، هو كل الرحله دي عشان اللحظه دي. اول مره اتفرجت على ان شاء الله دي تتهد كانت لحظه مؤثره، اللي هو دي القصه اللي انا قاعد عمال اتخيل فيها وافكر فيها شوت باي شوت. دي اللحظه اللي انا بشوفها لاول مره. تاني مره ببقى فقدت الاحساس ده، لاني ببقى انت بفكر تكنيكال، فببقى عايز كل مره ادور على اللحظه دي، انه اقعد كده اقول ده اللي انا كنت متخيله وهو ده اللي طلع يعني. الحاجات بتتبني على مدار سنين، ومن الحاجات اللي انا ممتن بيها جدا هي علاقتي مع وائل حمدي، لانه في بينا حاله من التواصل والتفاهم اللي كمان اتبنت بدايه من شفت مسائي. شفت مسائي كان فيلم فكره وائل وهو عرض عليا وانا اتحمست ليها جدا وعملناها، وده كان اول تعاون بينا. الثقه دي خلاص في مناقشات وفي افكار وحاولنا نطور مشاريع في النص، فانا بقيت حاسس انه وائل يعني التواصل اللي بينا ده هينتج حاجات اكبر. انا حاولت، بس حسيت انه في قصص معينه لو انت عايزه تحكيها وانت حصلت لك بيبقى حكمك على القصص دي صعب جدا. انت عايزه تطلعي بره وتشوفي اللحظه دي بتعني ايه، وبالتالي الاحسن انه حد تاني يبقى من بره الموقف ويحكيها من وجهه نظره بطريقه مختلفه. وده اللي حصل. انا حكيت القصه لوائل، ووائل بدا يقول لي عجبتني الفكره ولكن يلا بقى نشتغل عليها. انا كمان بحب شغلي كمخرج، بحب اركز ازاي ان انا اخلق العنصر البصري والحدوته. الكاتب يبقى هو اللي مشغول بالاستراكشر والشخصيات وانا معايا برضو، بس اللي هو يبقى العبء الكبير عنده يعني. فيلم ان شاء الله الدنيا تتهد بيحكي عن لبنى، يونج بروديوسر بتشتغل في عالم الاعلانات وعندها اعلان. فيلم بتدور احداثه حوالين تنفيذ الاعلان ده، واللي بيحصل انه بيحصل حدث كبير جدا في اللوكيشن دوت للمين كاست، للممثل الرئيسي في الاعلان، بيخليه المفروض يسيب اللوكيشن ويمشي. بنشوف بقى ازاي اللحظه دي كل الاطراف اللي في اللوكيشن ده بيتعاملوا معاها من خلال لبنى اللي هي البنت البروديوسر الطموحه اللي بتشتغل شغلانه بتحبها ونفسها تكبر فيها، عايزه تبذل مجهود، عايزه تقول انها انا مناسبه للدور ده. كلنا عايزين نقول طول الوقت في الاماكن اللي احنا فيها ان احنا انسب ناس للاماكن دي، بس اختبارات الاماكن دي دايما بتحصل في المواقف الصعبه، ومحدش فينا بيبقى عارف انا هبقى هتفاعل ازاي مع اللحظه دي. ما اعتقدش انه في فيلم قادر يقول لحد حاجه واضحه او جادجمنت صريح. احنا كلنا بندور عن نفسينا وبندور عن المعنى بتاع الحياة في الأفلام دي، وبالتالي بنخلق حالة من المناقشة. أنا بحس إنه في العصر الحالي كلنا جزء من منظومة كبيرة وسريعة جدا. في الآخر الحاجات كلها مربوطة بمنتجات، يعني بالذات عالم الاعلانات. النهارده احنا بنعلن عن منتج، المنتج ده ليه ريليز ديت وليه ماركتنج بلان وفي عدد كبير، منظومه كامله قائمه على هذا المشروع. العالم نفسه ماشي بسرعه شديده جدا، احنا بنطلع من ال4 جي لل5 جي. الحياه بقت اسرع من مشاعرنا ومن احاسيسنا. انا ما كانش قصدي انه اوري حاجه من الصناعه او لا، هو الموقف كان كبير واثر عليا جدا وخلاني اسال اسئله كتير قوي عننا دلوقتي. انا برضو جزء من المنظومه وجزء من المسؤوليه. دافع المسؤوليه عندي في ان انا اعمل شغل كويس وان انا ما اخسرش الناس. بعمل كل ده، بس في نفس الوقت ازاي ممكن الواحد يتعامل مع مشاعره لما يتعرض لمواقف عامله زي كده. الدكتور هيتعرض لنفس الحكايه، المحامي هيتعرض، كلنا هنوصل للحظه احنا محتاجين نحط المشاعر دي على جنب ونفضل مكملين، عشان احنا مش هينفع نقف، لانه اصلا العالم والحياه مش هتقف. عايز ادور على اجابات فيها. ممكن لحد دلوقتي مش لاقي اجابه شافيه يعني عن ايه اللي ممكن يحصل في موقف زي ده. بشكل عام انا بحب التمثيل وبحب الممثلين وبتابع الممثلين طول الوقت، مغرم بهذا المجال الساحر يعني. امير بتربطني بيه علاقه صداقه كبيره، لانه هو اصلا صديق اخويا الكبير وانا متابعه بقالي سنين في كل بقى في بلاك تيما وفي التمثيل وفي المشاريع اللي بيشتغل عليها. اوقات كتير قوي الناس بتبقى فاكره ان المخرج هو المسيطر على الاحداث وهو بس، في حقيقه الامر هو احنا جزء من منظومه اكبر مننا. كنت مهتم ان شخصيه المخرج تبقى موجوده من البرسبكتيف ده يعني، وكنت شايف امير انسب حد يعني. انا عايز اقول انه انا بحس ان الافلام فيها شعور المرايه ده كده، انه فامير بقى كان اول حاجه على بالي وحسيت كلمته على طول وهو اتحمس من اول لحظه يعني. سلمى كان انا اصلا متابع سلمى بقالي سنين طويله وشايف قد ايه كممثله بتتطور بشكل فظيع، وكنت عارف انه في يوم من الايام اتمنى اشتغل مع سلمى. ما كنتش عارف امتى وازاي. في رمضان 23 كان عندها مسلسل اسمه الامام، وبعدين اتفرجت على المسلسل. كان عندها مشهد انا وقفت، حتى المشهد ده كان مشهد معقد جدا، فيه ايموشنال دايلاما خطيره في الاحداث يعني. شفت لبنى وهي في المشهد ده، وكانت بالنسبه لي سلمى هي الاختيار الاول يعني. الاختيار الاول لما بدانا تحضير تواصلنا مع سلمى، ومن اول لحظه يعني قابلت سلمى فيها. كان اول مره تقابلنا وهي كانت قرأت السيناريو وقعدنا نشتغل مع بعض. صراحه كانت تجربه ملهمه جدا في التعامل مع سلمى، وازاي
ازاي هي ممثله عندها البروسيس بتاعتها اللي بتفكر بيها. استمتعت جدا بالشغل معاها صراحه. انا محظوظ اني بشوف السحر ده بيطلع، انه سلمى واستاذ عماد رشاد وعماد الطيب وامير صلاح الدين. استاذ عماد رشاد مثلا على سبيل المثال كان اقتراح من وائل حمدي. اول ما قابلت استاذ عماد رشاد الحاجه اللي قالها لي، قال لي انه لما قرا السيناريو حس انه بيفكروا بصديق عمره فاروق الفيشاوي، ودي كانت حاجه مؤثره جدا. علاقتي معاه في التصوير وانسات كانت مبهره جدا، يعني كنت باجي في لحظات بحس اللي هو انا مش مصدق من كتر ازاي هو قادر يمسك المشاعر كده. وحتى مثلا في لحظات كان نفسي اعيد، وكنت متردد ان انا اطلب منه نعيد ولا لا، لان اللي هو عمله مظبوط قوي وخايف ابوظه وخايف ان انا اقول له حاجه، بس عايز ازود حته او اقلل حته. شجعت ورحت طلبت منه هل ممكن نعيد المشهد ده ونكرر الحته دي تاني، وكان مبهر جدا لان هو عاد المشهد بالظبط نفس الطريقه بكل حاجه وزود الحته الصغيره. فاللي هو الحقيقه احنا قدام فنان عظيم يعني ومبهر على كل المستويات. يعني التعاون مع امير وعماد كان برضو ملهم، لان هم اصلا اصدقاء. عماد الطيب اللي هو بيعمل شخصيه مدير الانتاج احنا اصدقاء، وهو اصلا بروديوسر فهو عارف برضو ابعاد الشغلانه. وامير طبعا وعلاقتي معاه، فحصل كده بينا هارموني جميعا خلت تجربه التمثيل الانثات من التجارب اللي انا صراحه احب اكررها تاني، يعني ريفرنس في حياتي، لانه اللي حصل ده هو اللي المفروض يحصل كل مره. يعني هو الحقيقه انه انا بحاول اخرج نفسي بره فكره فيلم قصير او فيلم طويل، لانه انا ببقى عايز اعمل فيلم، وعايز اعمل فيلم افضل نتيجه ممكنه بكل الناس اللي انا شايفهم مناسبين. يعني انا بدور انه الفيلم يبقى في افضل حاله. انا بعتقد ان السيناريو هو اول نقطه تلاقي بين اي مخرج وصانع وكاتب وممثل. لو الممثل لما بيقرا السيناريو بيحس انه في شخصيه هنا، براهن ان لما ممثل يقرا الشخصيه تستفزه، تحس انه انا احب اعمل فلان، انا احب اعمل فلان. انا كنت بقول على سبيل المثال في فيلم ايه العباره ده، كان اول مشروع شورت فيلم اشتغل عليه، وكان نفذناه في 2012 وكان لسه في بدايه الكارير. يعني كان بقى لي سنه بحاول. كنا شايفين استاذ فتحي عبد الوهاب هو انسب ممثل للدور. احنا بعتنا له على تويتر مساء الخير يا استاذ فتحي، احنا عندنا فيلم قصير عايزين نعمله وانا كريم واسمي كذا وده. رد علينا، ادانا رقم تليفونه، تقابلنا بعدها بيومين، اخذ مني نسخه من السيناريو وقال لي جمله انا لا انساها طول عمري، يمكن ده اللي خلاني بعد كده استخدمها كمنهج. قال لي انا هقرا السيناريو، لو عجبني السيناريو انا هعمل معاك الفيلم، لو ما عجبنيش السيناريو يبقى احنا فرصه سعيده، اتشرفت ان انا اتعرفت عليك. فدي الاستراتيجي بتاعتي. انا لو عايز اشتغل مع اي ممثل هجرب اريتش اوت للممثل ده واقول له ممكن تقرا السيناريو، لو عجبك يلا تعالى نفكر ازاي ممكن نشتغل عليه مع بعض. انا ممتن جدا للاعلانات وبحبها جدا واتعلمت كتير قوي وبتعلم كتير قوي. انا في الاساس عايز اكون مخرج افلام، بس ما كانتش المتاح بالنسبه لي ان انا اعمل الافلام اللي انا عايز اعملها في الوقت ده بالطريقه دي، افضل اجرب. فكان من التجارب دي هي الاعلانات. ببقى عايز اعمل اعلان كويس بس ببقى عايز احكي قصه، لان هو ده السبب اللي خلاني ابقى مخرج. ازاي ممكن اخدم المنتج ده بطريقه مختلفه، ازاي ممكن احكي قصه لو انا فهمت وحسيت الكور بتاع البرودكت ده وحكيت قصه عنه مؤثره، ده هيخلق حاله من التعاطف مع الاودينس، وبالتالي يخلق علاقه اقوى بين المنتج وما بين المستهلك. يعني في الايام التصوير بتاعه الفيلم انا شايل ال 16 سنه دول، فبحاول كرافت القصه بتاعتي باكتر طريقه تخلق حاله من التواصل مع الناس. انا حاليا في مرحله تطوير، خلاص احنا على بعد ايام من تصوير اول فيلم روائي تجاري طويل. الفيلم من انتاج استاذ احمد فهمي، شركه سي سينما، ومن تاليف وائل حمدي. متحمس جدا، ده هيعتبر اللقاء الاول بيني وبين الجمهور، هيبقى ليا مشروع في السينمات. اتمنى يا رب يكون على قد المسؤوليه وانه يعجب الناس. يعني النصيحه لاي حد عايز يبتدي مجال الاخراج او السينما، يتعامل معاه على انه مجال فني، ليه يحاول يذاكر ويقرا اكتر عن اقتصاديات الشغلانه، حجمها وتفاصيلها. بس في نفس الوقت انا بحس ان كلمه السر هي انه دايما نفضل نحافظ على شخصيتنا وذوقنا وافكارنا. اللي بيخلي صانع متميز في اللي هو بيعمله هو قدرته على انه يحط نفسه في اللي هو بيعمله، يحط رايه وذوقه ووجهه نظره، لانه وجهه نظرك كصانع هي دي الحاجه الاوريجينال اللي عندك. انا بروح اتفرج على فيلم بحس اشوف انت عملته ليه فكرت كده وليه حسيت كده، ترجمتك للاحساس دي عامله ازاي. احيانا واحنا بنبتدي بنبقى عايزين نعمل شبه الحاجات الكبيره، نحاول نخبي نفسنا شويه عشان نحاول نعمل حاجه تعجب الناس، في حين ان اللي هيعجب الناس هو الحاجه الصادقه اللي طالعه من القلب. لما بتحاول تعبر عن نفسك دي بتخلق لك حاله من السعاده، وبالتالي تقدر تدور على ده، فتقدر تتطور وتكبر في الحياه وتكبر في الشغلانه اللي انت بتشتغلها.